المغرب ضد هولندا، مواجهة لا تقبل القسمة على 2. بعد مشوار ناجح في دور المجموعات، يخوض المنتخب المغربي اختباراً جديداً عندما يواجه منتخب هولندا في دور 32 من كأس العالم 2026، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم لما تحمله من قوة وإثارة بين منتخبين يملكان طموحات كبيرة لمواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة. أسود الأطلس وصلوا إلى هذا الدور بعدما قدموا عروضاً مميزة وأثبتوا مرة أخرى أنهم من المنتخبات القادرة على منافسة كبار العالم. ويأمل المنتخب المغربي في استثمار الثقة التي اكتسبها خلال دور المجموعات من أجل تجاوز عقبة هولندا وكتابة فصل جديد في تاريخه المونديالي. في المقابل، يدخل المنتخب الهولندي اللقاء بعد تصدره مجموعته معتمداً على خبرة لاعبيه وجودتهم الفنية. ويدرك المنتخب البرتقالي أن مباريات خروج المغلوب لا تحتمل أي خطأ، لذلك سيحاول فرض أسلوبه منذ البداية وحسم بطاقة التأهل إلى دور 16. هذه المواجهة ستكون مختلفة عن مباريات دور المجموعات، فالتعادل لم يعد خياراً، وأي خطأ قد يعني نهاية المشوار. لذلك من المنتظر أن نشاهد مباراة مليئة بالحماس والندية حتى صافرة النهاية، وتقام المباراة يوم الاثنين 29 من يونيو 2026، حيث تنطلق في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت مصر وليبيا، بينما تبدأ عند الساعة 4 صباحا بتوقيت السعودية وقطر والعراق. أما القنوات الناقلة في الدول العربية فستكون عبر شبكة بي إن سبورت من خلال القنوات الرئيسية وقنوات الماكس، إضافة إلى خدمة بي إن كونكت، وكذلك منصة تود، وهي خدمة البث الرقمي الرسمية التابعة للشبكة. فهل ينجح المنتخب المغربي في مواصلة رحلته وتحقيق إنجاز جديد؟ أم يفرض المنتخب الهولندي خبرته ويحسم بطاقة التأهل؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا متابعة المزيد من تغطيات كأس العالم 2026.